السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما ابدا الفيديو عايزاكم تدعوا لابويا بالرحمة وبالمغفرة، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ويرحم امواتنا جميعا. جمعة مباركة عليكم يا رب كلكم جميعا. النهارده يا حبايب قلبي جايه لكم فيديو بقى جديد، ونبدا بقى تفريزات رمضان. يلا قومي تشجعي بقى انت وهي بقى معايا. هنا حبايب قلبي كنت جايبة 3 كرنبات، فزي ما انتم شايفين انا عملت واحدة معاكم، والتانيين طبعا كنت مقطعاهم. جبت حلة حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة من الكمون. واول ما غليت رحت مسقطه فيها الكرنب زي ما انتم شايفين كده. بنسلقه يا دوبك، ننزله دقيقه ونطلعه، لاني مش عايزاه مهري، لان هو اللي بيتفرز ما بيبقاش مسلوق كامل. اما لو انت هتعملي في وقتها لازم تسلقيه حلو كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. ومش هعمل معاكم الكرنب بس، انا هعمل معاكم كمان برتقان بجزر وهعمل معاكم تفريزات كتيره جدا. بس انا عامله لكم الفيديو على اجزاء، يعني الفيديو دوت الكرنب والبرتقان بجزر. طبعا يا حبايبي اللي مش عارفين البرتقان بجزر، هو برتقان وبيتعصر وبنسلق الجزر ونحطه عليه. هتشوفوا واحده واحده معايا يا حبايب قلبي. بصوا انا هنا بوريكم بقطع الكرنب ازاي يا حبايب قلبي. زي ما انتم ما شايفين. ما تنسوش الاستغفار والصلاة على رسولنا الكريم. رمضان داخل علينا بقى، كل سنة وكلكم جميعا بخير، كلكم طيبين. زي ما انتم ما شايفين كده، انا جبت الجزر 1.5 كيلو جزر و2 كيلو برتقان. هنا حبايب قلبي غسلت الجزر وبشرحه كده بدل ما اقشره، يعني لان هو ما شاء الله طازه وحلو. فاول ما بعمله كده بالسكينه القشره اللي من فوق بتنزل على طول. هعمل كله بنفس الطريقه. هنا بقى رحت ايه مقطعاه شرايح زي ما انتم شايفين كده، حلقات صغيره. جبت حله وهقطع بقى كل الكميه فيها 1.5 كيلو جزر و2 كيلو برتقان. هنعمل عصير برتقان بجزر البيور التقيل، كأنك جايباه من المحلات بالظبط. آه هعمله زي ما انتم شايفين كده واحدة واحدة معايا بطريقة. والكرنب في الحلة التانية خلاص بيتسلق، يعني اخر حاجة. هنقطع الجزر كله في حبة مية وهنحطه على النار. طبعا البوتاجاز متبهدل لاني عملت اكل وكده، النهارده الجمعة طبعا، وبعمل تفريزات زي ما انتم شايفين، فالدنيا متبهدلة. هنا هجيب البرتقال بغسله وبقشره كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو ده، مش ايدي يعني المسرعه، لا ده انا مسرعه لكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم، ان الفيديو طويل جدا. فانا مسرعه لكم الفيديو عشان ايه؟ نعمل حاجه حاجه مع بعض. كده انا حطيت الجزر يتسلق زي ما قلت لكم، والبرتقال اهو بقطعه، بقشره كله واقطعه كده بفصصه زي ما انتم شايفين. البرتقال ما شاء الله مسكر وحلو قوي وممكن تخزنيه زي ما هو كده في صوص برضو ما بيجرالوش اي حاجه، وما شاء الله مجرباه زي الفل. لو عايزه تخزنيه على كده من غير ما تعمليه بجزر، نفس الطريقه دي كده، وتحطيه في الاطباق وتكيسيه في الفريزر. هنا انا بضربه اهو لوحده البرتقال. تشوفوا تقيل من غير ولا نقطه ميه، البرتقال بس. هو بس حبه سكر صغيرين وعشان يبقى ماده حافظه يعني. زي ما انتم شايفين كده بصفيه، هو مش منزل كتير برضو. لسه هعصر بقية الكمية. طبعا انا غاسلة ايدي عشان محدش يقول بتعملي بايدك والكلام ده كله، لا احنا ستات بيوت
وبنعمل الحاجة بايدينا، مش بنلبس جلافزات ولا جوانتيات ولا الكلام ده كله، بايدك. بصوا تقيل ازاي، حتى باين عليه ان هو في الخلاط ان هو تقيل جدا. بصوا ما شاء الله تقيل ازاي. هحطه بقى تاني بعد ما صفيته وخلصت، احطه بقى في الخلاط، واحط عليه الجزر، وهتشوفوه دلوقتي تقله عامل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك، الف هنا وشفا على اللي يشرب منه. كل دي تفريزات رمضان يا حبايبي، عشان نتشجع كلنا مع بعضينا ونحفز بعض وانا بتعلم منكم وانتوا بتتعلموا مني، وكلنا بنعلم بعض. كده بحط الجزر زي ما قلت لكم، كيلو ونص جزر واتنين كيلو برتقان، وزي ما انتم ما شفتوا كده الطريقة بالظبط. اللي مش حابب يحط عليه الجزر ومش بيحب الجزر يعني يعمله على كده، بيبقى برتقان بيور زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط، المعلبات يعني. بيبقى تقيل جدا، وتحطيه في اكياس برضو في الفريزر، واول ما تطلعيه في رمضان يعني او في اي وقت تقومي مزوده ميه والسكر بتاعك، وما شاء الله يبقى جميل جدا. والف هنا وشفا للي يجربه يعني. بصوا حتى الخلاط تحسوا ان هو مش بيدور من كتر هو ما شاء الله ان هو تقيل جدا. انتوا لو لاحظتوا بصوا هو داير بالراحه خالص، بيلف بالراحه خالص من كتر ما شاء الله ما العصير تقيل جدا. لان انا عاملاه احطه في اكياس، احطه في اكياس واشيله، ولما اطلعه ازوده ميه وسكر زي ما قلت لكم واشربه. احنا بنحبه برتقان بجزر، بيبقى ما شاء الله جميل جدا ومغذي كمان للاطفال. جزر مغذي جدا للاطفال، و... وانا عندي اولادي بيحبوه، ربنا يحميهم يا رب، فبعمله بجزر على طول. زي ما انتم ما شايفين بصوا تقلوا بقى في الشفشق وانا بنزله. بصوا حبايب قلبي ما شاء الله تقيل جدا جدا. افضي عليه بقية كمية البرتقال، طبعا احنا مش عاملينه بملا نقطة مية، فعشان كده تقيل جدا. عشان انتي طبعا لما تطلعيه وتزوديه مية ما يبقاش خفيف خالص. بصوا بقى، يلا قومي بقى انتي وهي تشجعوا بقى وخدوا الطاقة الإيجابية وقوموا بقى هاتوا البرتقال وهاتوا الجزر وهاتوا التفريزات كلها اللي انتوا عايزين تعملوها. لأن رمضان بيبقى للصوم والعبادة والصلاة، فمش عايزين نضيع وقتنا بقى في رمضان في التفريزات والحاجات دي كلها. فاحنا بنعمل كل حاجة وبنجهزها قبل رمضان. ولسه هعمل معاكم طبعا طريقة كفتة الفراخ واللحمة وكفتة اللحمة، وكل ده هعمله معاكم ان شاء الله بأمرك يا رب في بقية الفيديوهات اللي هتنزل لكم. بصوا كده، بصوا ما شاء الله لما اجي اقلبه تقيل ازاي. هو باين لكم اصفر، مش عارفة ليه باين لكم اصفر، لكن هو لونه برتقاني جميل جدا، لكن الكاميرا مبينه ان هو اصفر. ان شاء الله. بصوا لما اجي احطه في الاكياس، عايزه تحطيه في علب حطي، عايزه تحطيه في ازاز حطي، عايزه تحطيه في اكياس حطي. ما توقفيش نفسك على اي حاجه يعني، اللي موجود عندك اعمليه كده على حسب بقى انت عارفه تطلعي
قد ايه هتعملي يعني كمية قد ايه، فانا بحط على قد الكمية اللي احنا هنحتاجها. ممكن يقولك ضيوف على غفلة، عازمة حد كده، تقومي مطلعة وعاملة على طول. ونفس الكلام برضو بعمله للمانجا والفراولة وكله، هتشوفوا كله مع بعضينا يعني، واحدة واحدة. ما شاء الله هيطلعوا 3 اكياس كبار مش صغيرين، وغير العصير اللي انا هعمله طبعا ايه لينا وللولاد وكده. انا بطأت لكم الفيديو عشان تشوفوا آه بالراحة معايا واحدة واحدة. طبعا والكرنب زي ما قلت لكم انا فرزته برضو وقطعته وخلصت الكمية وحطيته في اطباق، هتشوفوه دلوقتي برضو. تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة والكومنت الجميل بتاعكم عشان تشجعوني واكمل معاكم و... وانزلكم فيديوهات جديدة، لان تشجيعكم ليا هو اللي بيخليني اتحفز وانزل لكم فيديوهات جديدة. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا لما افضيه بقى في الكوبايات وكده، ما شاء الله جميل جدا وتقيل. المقطع ده طول شوية، معلش انا تقريبا نسيت ان الكاميرا مفتوحة وكنت بعمل حاجة تانية يعني، فدلوقتي هاخد بالي ان الكاميرا مفتوحة وهكمل معاكم. زي ما انتم ما شايفين كده يا حبايبي، ما شاء الله الكمية عملت معايا 3 اطباق كرنب كبيرة يعني، وغير اللي احنا عملناه طبعا النهاردة. الف هنا وشفا. وادي شايفين العصير يا حبايب قلبي تقيل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. وبقيت التفريزات هنزلها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله.